سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على الموضوع ديال بوكريشة والقضية ديال أنه عايش في المحل وما عايش مع لبنى، وكذلك غادي نشوفوا الخرجات ديال لبنى حتى هي، وغادي نهضروا كذلك الإخوان على الخرجات ديال يعني سواء سعاد سواء يسرى كذلك وكذلك فاطمة الزهراء. المهم إخوان غادي نهضروا في هذا الموضوع هذا وغادي نشوفوا التطورات اللي كاين، لأنه كاين بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال الحوايج اللي بدات كتسرب وبدات كتبان. لأكيد أنه من بين هاد الأمور هذه اللي صراحة بغيت نبارطاجيها معكم كيقولوا بلي أن يعني بوكريشة ولبنى ما عندهم لا نزاع لهم يحزنون، فقط مجرد يعني واحد الأمر اللي قاموا به هما يعني بجوج اتفقوا عليه باش أنه يديروا البوز. هذا الأمر هذا راه ماشي غريب علينا، وديجا قلتها لكم الإخوان في الفيديوهات السابقة، قلت لكم ما تيقوش هذا الشيء كامل وما تيقوش هذا الخصام هذا اللي كاين، راه داك الشيء داخل في واحد النطاق ديال العمل. باش نكونوا واضحين، راه ديجا بوكريشة اعترف في لا فيديو ديال فاطمه الزهراء وكيقول خاصكم نتوما تراعوا لينا، لانه هذه يعني راها الظروف ديال العمل ديالنا، يعني جابتها الوقت. علاش؟ لانه الناس اللي خاصها تعرف، خاصكم تعرفوا بلي انه فاش غادي يوصل يعني الشهر واحد والشهر جوج يعني كتكون القضيه ناعسه ديال بصح، واغلبيه ديال اليوتيوبرز يعني في هذه الفترات هادو اللي دابا حاليا شهر 10 و11 و12 كيحاولوا ما امكن انهم يستافدوا الماكسيموم. واكيد ان السي بي ام يعني كيطلع بالنسبه للارباح اللي كيشدوها من المشاهدات كتكون طالعه بزاف في هذه الايام هذو ولا في هاد الشهور هادو، فخاص ضروري انهم يستغلوا هاد الشهور. فبالنسبه لهاد الاشخاص هادو ما عندهمش شي محتوى، مثلا ما عندهمش شي فلوق ولا شي حاجه كيصوروه ولا شي امور اللي معتاده عليها الناس باش انهم بقى يشوفوهم، فخاصهم ضروري شي مشكل، خاصهم ضروري انهم يخلقوا مشكل باش يخدموا عليه. داكشي علاش انه دابا حاليا كنشوفوهم خدامين في هذا المشكل هذا ديال حكا راني تخاصمت مع مراتي، حكا راني هزيت الصاكي فوق كتافي وغادي للمحل وغادي نعيش في المحل وغادي نشوف الحياه كيفاش غادي تكون وتزوفريت وداك الشيء كامل. وبالنسبه لعاوتاني حوايج اخرين يعني كيقولوا الناس بان بوكريشه ما كيباتش في المحل، اللي صراحه غادي تكون واحد النسبه ديال 50%. ممكن يكون نهار بايت في المحل، نهار غادي يكون بايت في المنزل ديالو يعني مع لبنى كيف بحال ما وقع والو. هاد الامور هادي راه ماشي حاجه اللي هي ما كايناش او لا شي حاجه اللي غادي نستبعدوها ونقولوا حكا لا راه هذاك المشكل راه فريمون صحيح. اخوان اللي خاصكم تعرفوا بلي انه هذاك الشيء كامل راه مجرد تمثيل، داك الشيء كامل مجرد تمثيل، وما تيقوش، لانه هما كيشوفوا دابا حاليا على المشاهده، فاش كطلع المشاهده غادي يستمروا. وبالنسبه للخرجه الاخيره ديال بوكريشه خرجوا كيقول حكا لا راه غادي خصني انايا خصني ندير الحل هذا المشكل هذا. علاش؟ لانه تفرش. يعني خرجوا بزاف ديال الناس كيقولوا بلي ان بوكريشه وفاطمه الزهراء كذلك لبنى وبنتها يعني كانوا مشاو المرجان ولا مشاو باش انهم يتقداو، يعني كانوا معاهم ولكن ما بينوهمش واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح. حنا بلا ما نمشيو لهاد الامور هذه وبلا ما نخلقوا شي حوايج اللي غادي نزيدوا نعقدوا بها ريوسنا، فراه الامر راه باين واضح، كلشي باين واضح. غير من داك الاعتراف اللي قال بوكريشا مع بنته راه كلشي بان. يعني الناس الا بغات غير تفهم، اما بالنسبه لشي واحد اللي ما باغيش يفهم وداير راسو ما فاهمش فالله اعلم. المهم كما قلت لكم اللي خاصكم تعرفوا في هذا الشيء كامل انه مجرد تمثيليه، مجرد بوز، يعني قايمين به هما بجوج. اكيد انهم هما راكم عارفين كيتلاقاو كيناقشوا الامور ديالهم وكيناقشوا الطريقه اللي غادي يخدموا بها وراكم عارفين، يعني الخبر في راسكم. اما بالنسبه لقضيه اخرى ديال انه بوكريش راه فريمون راه مدابز مع هذيك السيده، واكيد انه عنده مشكل مع لبنى وما باغيش يرجع معاها وداك الشيء كامل راه مجرد غير هضره خاويه لا اساس لها لا غبار عليها. المهم كما قلت لكم انا اللي بغيتكم تعرفوا بلي انه داك الشيء غير تمثيل وبوز، وباغيين فقط انهم يضربوا الادسنس، وباغيين باش انهم يعوضوا دوك الشهرين او 3 شهور اللي غادي تكون هنا لقدام فاش غادي يكون او فاش غادي تكون القضيه ناعسه، خاصهم يعوضوها دابا حاليا فاش القضيه مبلبله. على مهم الاخوان كما سمعتوا ان الخرجه ديال بوكريشه يعني كيعيش معاناه، يعني كيبارطاجيها وكيبغي باش ان الناس يعني تعيش مع اللحظه، وكيبين بلي انه حتى هو راه مقرفاص ديال بصح وكينعس يعني في المحل، يعني السيد كي بحال ما عنده فين يمشي. وما نساوش انه بالنسبه لديك الفتره فاش كان ديك الاحتفاليه، يعني فاش احتفلت سعاد مع بنتها على ذكر يعني الموضوع ديال الصلح وداك الشيء كامل، يعني بوكريشه حتى هو قال لك حكا راه هما راه دايرين الصلح والمسائل، ودخل راسو حتى هو في هذا الموضوع هذا وقال لك راه حكا راه جات عندي حتى انا بنتي وهضرات معايا وراني فرحان اليوم، لانه كاين امور ومصالح لكل واحد فيهم باش نكونوا واضحين. من سعاد وجبد راه كلهم عندهم مصالح، كلهم عندهم امور اللي كتزيد
تاكد كل واحد عنده غراضه. ونزيدكم عاوتاني ان يسرى حتى هي خرجات وناقشت في الموضوع ديال الارض، واش فعلا ان الام ديالها عطاتها الارض او لا كتبات ليها الارض باش انها تصالح معاها. واش هاد الشيء هذا واش كاين ولا ما كاينش. وما نساوش ان بالنسبه لسعاد ديجا كانت خرجات يعني في اللايف ديالها وهضرات في هذا الموضوع ديال الارث. حكا قالت لك راه انا خصني نقسم هذا الارث هذا وغادي نعطيه لوليداتي باش انه ما يستافدش منه بوكريشه. الهدف ديالها هي باش ان بوكريشه ما يديش داك الشيء. وقالت لك حكا كل واحد غادي نعطيه الحق ديالو. فلهذا قالت لك انا ما حدي انا حيه راه غادي نوجد المسائل وغادي نقاد المسائل لوليداتي. هذا الشيء كامل راه قالته. ولكن واش خبراتنا بلي انه هي غادي تكتب الارض لبنتها ولا تعطيها لبنتها؟ يعني ما قالتهاش. ولكن لمحات بلي ان هي عندها ارض وبلي انه ديك الارض يعني مستعده باش انه تعطيها كاع لبنتها. وراكم عارفين يعني ماشي قالت لي حق انا نعطيك وحنا نتصالحوا. باش نكونوا واضحين، الا كانت هي باغا باش انا تعطيها ديك البقعه الارضيه شغلها هذاك بنتها هذيك. وإلا كانت فعلا يعني كما قالت يعني يسرا قالت لك هي ما خدات لا ناقله جمال يعني حتى شي حاجه ما خدات والو من داك الشيء كامل. قالت لك راه مجرد هضره كتقال وكتروج وكيقولها في الكومونتير وكيقول لي حق انت هي داك الشيء علاش انك انت بغيتي تصالح مع امك انت هي اصلا كاين انسانه اللي عندها يعني مصالح ديالها كتشوفها اهم من اي حاجه كما كانت. وانت الغرض ديالك هي ديك البقعه الارضيه باش انك يعني تاخذيها من عند امك وفي الاخير يعني تقلبي عليها ولا شي حاجه. يعني هذا الامر هذا قالت لك حق راه انا راه ما كاين والو من هذا الشيء كامل اللي قلته. وما كايناش هاد الهضره هذه. راه مجرد كلام كيتقال وكيتراوج. وقالت لك هي ما خدات حتى حاجه من داك الشيء كامل وقالت لك حكا راه انا اللي بغيت نتصالح مع الام ديالي. فبالنسبه لهذا الامر هذا يعني ماش نقولوا لا حكا راه ما مزيانش ولا غادي نعصروا فيه. لا مزيان مزيان انهم يتصالحوا مزيان انهم يرجعوا كما كانوا ومزيان انه تستمر الحياه ونشوفوا شي امور اخرى تكون مزيانه. ولكن هما كاين في واحد الفتره اللي هي حساسه واحد الفتره اللي اكيد ان الجمعيه حاطه الشكايات ديالها. يعني جميع القنوات راه ماشي غير هي وانما جميع القنوات اللي كينشروا او كيبارطاجيو محتويات يعني تافهه محتويات اللي كتخلي يعني الجيل الصاعد انه يزيد على العقوق ويزيد على بزاف ديال الامور اللي هي خايبه اللي ماشي من صالحنا. داكشي علاش انه كما قلت لكم الانظار عليهم. ورغم ذلك مازال كيمشيو في هذا الامر هذا ومازال كيخرجوا بالمشاكل ومازال كيبارطاجيو امور سلبيه وكيبارطاجيو امور اللي ماشي تالهي يعني مازال طاغيين. يعني واخا هما سمعوا الخبر هذا وخاصهم يجمعوا ريوسهم وما يبينوش هاد المشاكل هادو حتى دوزو عاوتاني هاد الحمله هذه الا وانهم هما مستمرين كي بحال ما كاين والو. وكنتمناو انه اي واحد كان دار شي حاجه ياخذ ولينا العقاب ديالو. هادشي اللي حنا اللي كيطالبوا جميع المغاربه ككل. انا كنهضر على جميع القنوات انا ما كنهضرش فقط على هاد الاسره هذه ديال بوكريشه وسعاد وداك الشيء كامل. ولكن كاين قنوات كثارين بزاف. عاد نمشيو عاوتاني لمواقع اخرى بحال تيك توك بحال فيسبوك بحال يعني بزاف بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال المحتويات الغير الهادفه يعني كتنتشر في السوشيال ميديا. المهم حنا ما نمشيوش بعيد الاخوان فقط نناقشوا الامور ديالنا من عند بوكريشه اللي هو غضبان ومشى للمحل وكينعس في المحل وكيعيش معاناه. قال لك حكا غادي نديباني بالمرايه ديال الموتور باش انني نحسن اللحيه ديالي. المهم يعني ديما هو كيعطيكم بلي انه هو كيعيش معاناه ديال بصح وما كينعس بحال الناس وهو عايش بوحدو. وما نساوش بلي انه عنده جوج عيالات ياك. وما نساوش بلي ان بنته عندها الدار يعني على قدها وهي خاويه هي وولدها فقط اللي كاين فيها. وبالنسبه لفاطمه الزهراء حاليا يعني عاد نزل عليهم ولا نزلت عليهم الرحمه بينها وبين اختها يعني تصالحوا. وقال لك حكا انا فرحان حيتاش يعني بناتي راهم تصالحوا. وبالنسبه ليسرى راه ما غاديش تخلي يعني الاخت ديالها وما غاديش تخلى عليها وغادي تهلا فيها وغادي دير ليها وتفعل ليها وتترك ليها ودابا حاليا عايشه معها في المنزل. وانا مرتاح دابا حاليا حيتاش ديك الوقيته فاش كان مع لبنى وكانت مع فاطمه الزهراء خرج وزاد يعني كاع ما سول فيها وما سقسى فيها ما قال لك حكا بقى فيا الحال. المهم الاخوان هاد الناس هادو راه عارفين كيفاش يلعبوا وعارفين الطرق اللي كيستعملوها وعارفين الامور كيفاش تخرجهم. ولكن ديما كيكونوا قنوات منتقده وكذلك متتبعين اللي عندهم دقه الملاحظه وكيكتشفوا امور وكيفضحوهم وكيخليهم باش انهم يوليو مضطرين باش انهم يغيروا الخطه ديالهم لشي حاجه اخرى. داكشي علاش انا دابا حاليا فاش خرج بوكريشه في الخرجه الاخيره يقول حكا انا خصني نجمع الشمل خاصني ندير شي حاجه ما خصنيش انا نبقى غير جالس هكا في المنزل. وما خصنيش حكاش من المنزل في الكراج. يعني السيد واش ما بقاش يبين لكم بان راه
صافي انا راه غادي نشوف كيفاش ونحاول ما امكن انني نرجع لداري والمسائل كي بحال ما وقعت حتى شي حاجه. ولكن ماشي دابا، حتى دوز واحد اليوم ولا 3 ايام ولا 4 ايام، نزيدو مزيان عاوتاني في الادسنس، عاد نشوفوا كيفاش المراحل الاخرى باش اننا نتصالحوا ونديروا ونفاجئوا ونديروا هكا. راه انا هادشي كامل الاخوان غادي تشوفوه مازال، وغادي نشوفوا امور اخرى كثار من هادشي كامل، وهادشي غادي ايطاب باغ ايطاب. غير حنا خرجنا وفرشنا لهم داكشي اللي كاين، وخرجنا لهم عاوتاني من الجنب وفضحناهم يعني في بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش انهم خاصهم ضروري يغيروا الخطه ديالهم، يعني الخطه ديالهم خاصها تغير، يعني ما تبقاش نفس الخطه وغاديين فيها. وهذا الشيء كامل اللي كنقول لكم راه الناس عارفينه، انا فقط كنزيد نوضح للناس اللي يلاه اكتشفوا هاد الاشخاص هادو، الناس اللي هما يعني مازالين جداد وما عارفينش هاد الناس هادو كيفاش كانوا عايشين من قبل. المهم الاخوان، نكتفي بهذا القدر هذا، ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا، ونتمنى اللي مازال ما مشتركش في القناه انه يشترك في القناه ويفعل ميزه زر الجرس باش يجيكم الجديد. وما تنساوناش الاخوان ديروا لنا لايك الفيديو وواحد شي تعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو لنا هذا الفيديو لاوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. شكرا على المتابعه والى اللقاء.